السلام عليكم. حلقه جديده من حلقات يوم السبت اللي انتوا بتحبوها بقى، ماشي، وسنه جديده من سنن سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام هنحكيها دلوقتي. فانتوا بقى تصلوا على النبي كده اول حاجه، تمام، ويلا بينا نبدا. زمان ايام سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام لما كان حد مثلا بيبقى متضايق مكتئب من حاجه، عنده حزن لحاجه معينه، عنده حاله وفاه او هكذا، كان طبعا اول حاجه بيلجا لها بيروح لسيدنا محمد. ساعتها بقى سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كان بيوصف للشخص ده اكله تشيل منه الاكتئاب والحزن وكل الكلام ده. المهم ان الاكله دي اسمها التلبينه. يلا بينا بقى نعملها ونشوف دي عباره عن ايه، وبعد كده بقى نيجي نتكلم في الادله والاحاديث والحاجات دي كلها. اول حاجه هتعملها هتصلي على النبي، وفي اي حله عندك هتنزل بشويه ميه. بعد كده هتجيب دقيق شعير، ومهم قوي قوي ان هو يكون دقيق شعير مش اي نوع دقيق تاني. هتنزل كده ب3 4 معالق او نص كوبايه، وهتقلبهم كويس جدا جدا، واول ما تغلي اول غلوه كده هتنزل عليها بكوبايه لبن، وهنحط رشه فانيليا صغيره، وهتفضل تقلب لحد ما تتقل معاك، بس مش تتقل قوي يعني، بتبقى بالقوام اللي زي اللي قدامك ده بالظبط. في الاخر بقى نحليها بشويه عسل وبس كده. وهقد وصلنا. بصوا يعني انا نفسي اوريها لكم والله، بس بصوا هي حرفيا سايله جدا جدا، وده اللي انا قريته في اكتر من مصدر. يعني معظم المصادر بتقول اللي هي الصح لا تبقى سايله كده تمام وتتاكل دافيه. في مصادر تانية بتقول ان لا، اللي هي تتاكل سخنه وتبقى ماسكه نفسها شبه مهلبيه، بس اغلب المصادر بتقول لا، اللي هي تتاكل دافيه، اهم حاجه مش ساقعه، تمام، تتاكل دافيه وفي نفس الوقت تبقى سايله كده. جميل. بصوا هي سخنه مولعه، ماشي، فعبال كده ما تهدى شويه عايز اقول لكم دليل من السنه او حديث يعني يثبت ان فعلا ديت سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كان بيوصفها لاي حد مثلا عنده حاله وفاه، عنده اكتئاب، او يعني هي شفاء للحاجات دي. معلش الحاجات دي ما فيهاش هزار، فانا هقرا الحديث من هنا اضمن. معلش. عن عائشه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت اذا مات الميت من اهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن الا اهلها وخاصتها، امرت ببرمه من تلبينه فطبخت، ثم صنع ثريد فصبت التلبينه عليها، ثم قالت كلنا منها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. معنى كده اللي السيدة عائشة سمعت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهو بيوصف التلبينة دي لحد جاله عنده حالة وفاة أو حد مكتئب أو حد حزين، فجاي يشتكي لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فسيدنا محمد وصف له التلبينة دي. في ناس بقى بتعملها بالقرفة، في ناس بتحط عليها مكسرات من فوق، في ناس بتحط عليها تمر. بصوا أنا عملتها كده برشة فانيليا عشان أنا عايز أدوق، أنا أول مرة أصلا أدوق الدقيق الشهير ده، فأنا عايز أدوقها بيور يعني، أنا عايز أدوقها زي ما هي. انا عايز اخد حته من العسل اللي غطس تحت ده. بسم الله الرحمن الرحيم. كده حلو، كده حلو. هي فعلا العسل محولها خالص، مسكرها، لان هي على فكره ما فيهاش سكر خالص. انتوا عارفين طعمها قريب قوي 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 لايه دلوقتي؟ للسيريلاك، وطعمها قريب قوي 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 منه بجد. صح، كمان انا كنت هنسى ده، في حاجه بقى مهمه جدا جدا، ودي حرفيا اعجاز يعني، ان الشعير اصلا خاصه دي الشعير مهم جدا جدا جدا، يعني اصلا ليه فوائد عظيمه، بيحمي من امراض القلب والكوليسترول، مهدئ للقولون ومضاد اكتئاب. فطبعا ان سيدنا محمد يوصفه في وقت ما كانش فيه علم، ما كانش فيه اي حاجه، فده حرفيا اعجاز يعني، اعجاز الهي بجد. وبس كده خلصت الفيديو. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، وانا ما كنتش غلطت كده في كام حاجه، لان بجد الفيديوهات دي انا بالنسبه لي بتبقى صعبه قوي تحضيرها وتصويرها وكده، لان الموضوع بيبقى شيك قوي، اللي هو لا يحتمل الخطا حرفيا، فاعذروني لو غلطت، كلنا بنغلط يا جماعه، بديهيات. فبس كده، يلا سلام.